عيني. توقف سيدتي، هم قادمون لافتعال المشاكل. سمعت كل ما قلته الآن، لكنك مخطئ. الناس الذين يأتون لنا هم ضيوفنا، لا تعاملوهم بوقاحة. أمرك سيدتي. سيدي، التقينا مجددا. في الحقيقة أنا زوفان، مدبر منزل عائلة ليو، وعائلتي لديها بعض المشاكل. وسمعنا أن السيد شيان لونغ هو الأفضل مشرف حراسة في الإمبراطورية وو، لذلك أنا وسيدتي أتينا لبيع كنز. هذا لست مخطئة. هل هذه الصورة التي رسمها زوفان في الأمس؟ لماذا تدقق فيها كأنها كنز كبير؟ سيد زاو فان، بكم تبيعها لي؟ سيد لون، أنت صاحبة الخبرة، أخبرينا باقتراحك. 10,000 حجر روحي، ما رأيك؟ ماذا 10,000؟ سيد لون، هل عائلتك فقيرة ولا تقدر كنوزي جيدا؟ أنا لن أبيعها. سيد زاو، هذا مجرد اسم مبتدئ لمهارة من المستوى الأولى. 20,000 تكفي. أيضا المهارة مرسومة باليد وليست مطبوعة باليشم. 20,000 سعر أكثر من كافي لها. سيد لونغ، صحيح أنني لا أقرأ لك كثيرا، ولكن رجاء لا تكذبي علي. أعيديها لي بسرعة. لن أقبل بالخسارة، سأعطيك 30,000. سيدي لونغ، لا تزالي غير صادقة. اللعن، هذه المهارة من المستوى الأول، في حركات لم أراها من قبل. لا أريد بيعها، عيدها لي بسرعة. سيد ليو، هذه التقنية لا تكفي أكثر من 30,000. بالإضافة إلى ذلك لا أحد في العالم يستطيع شرائها غير عائلتي. سيدي ليو، أنت تقومين بالأعمال مع عائلة شيان لونغ. بالطبع ستكونين ضيفة شرف عندنا في المستقبل. ستكونين أبوابنا دائما مفتوحة لك. زوفان، لم لا؟ اصمتي. سيدة لونغ، أنا مدبر منزل عائلة ليو، سأهتم بكل شيء. أسرعي وعيديها. للأسف سيد زوفان، سعرك عال جدا، لا يمكن التحقيق لك، لكني سأضمن لك بشرف عائلتي أن هذه المهارة لن تجلب أكثر من 30,000. أنا آسف، كنت أعتقد أن السيد تحاول خداعنا. سيد زوفان، على الرغم من أنك جيد، لكن لا تكن مغرورا جدا. رجاء أخبريني إن كان لديكم خبراء آخرون أم لا. حسنا، انتظر هنا. عين التنين التاسعة، هو مدير أعمال كل جناح تشيان نو في قلعة فينغلينغ، خبير خبراء عين التنين التسعة، كما هو متوقع من منزل تشيان لونغ. هذا الشخص هو الأقوى. أنت السيد ليو، صحيح؟ سيد جيو، هل أنت مدبر منزل الجديد لعائلة ليو؟ نعم. حسنا، لطالما السيد سون ليس هنا، أنتم بأمان. سمعت أنك تشكك في دقة شياو ياي في تسعير بضاعتك. هذا صحيح. على الرغم من أن شياو كاي صغيرة، إلا أن لديها عينان جيدتان. لابد أن سعرها كان معقولا، صحيح؟ ولكن لو كنت لا تزال تملك بعض الشكوك، سأراها مباشرة. حسنا. ماذا؟ سيجيو، كلامي كان صحيحا، أليس كذلك؟ هذه المهارة لا تكلف أكثر من 30,000. لا أصدق أن عائلة ليو لديها مثل هذه المهارات. أيها الفتى، ما رأيك ب1,800,000؟ ماذا؟ لا زال السعر ليس جيدا. لماذا لا تريد بيعها ب1,800,000؟ إن لم تدفع السعر المناسب لها، اعتبر هذه الصفقة ملغية. زوفان، أيها الفتى الصغير، أنا أريدها. سيد جيو، هذا الفعل سيؤثر على سمعة عائلتك. أيها الفتى الصغير، هل أنت خائف؟ عائلة شيان لونغ هي العائلة التجارية الوحيدة في العائلة الإمبراطورية السبعة. أنا فتى سيء ولست سوى مدبر منزل، ولكن أنت تراهن معي بشرفك. الآن أنا لست أنت الخائف. فتى جيد، بما أن عائلة ليو تملك شخص مثلك، لا شك من ارتفاعها لأعلى المناصب عاجلا أم آجلا. يا فتى، أنا أعلم أنك أتيت لعائلتي،
اليوم لسبب آخر. ما هو؟ 10 ملايين. يمكنك أن تدفع لنا 1,000,000 أولا، والبقية سنأخذ على دفعات. ستكون مدين لنا. حسنا، أنا أقبل. عائلة شينغ لونغ مدينة لعائلة ليو. شاو كاي أعطيهم 1,000,000 حجر روحي. بعدها رافقيهم من الخارج بكل احترام. أمره عمي جيو، أليست مهارة من المستوى الأول؟ لماذا تدفع لهم هذا السعر الكبير؟ لم أرى شيئا بهذا السعر من قبل. شاو كاي، انظري جيدا. في هذا العالم ربما لا توجد إلا واحدة منها. مهارة التشكيل القديمة. كانت هذه المهارة ضائعة منذ زمن طويل، لكني لست مخطئا. لابد أن المهارة التشكيلية القديمة كانت لا قيمة له. 10 ملايين لا شيء بالنسبة له. ماذا؟ شياو كاي، اذهبي واطلبي من أقوى المحاربين حماية عائلة ليو. بالأمس أساءوا لعائلة سون، لماذا نحمي؟ ألم تسمعي ما قاله؟ نحن مدينون لهم. وهنا كان زوفان يتدرب، وفجأة مشكلة. نحن محاصرون من طرف جنود عائلة سون. قرروا الظهور أخيرا. لماذا لست قلقا؟ لأنني كنت في انتظاره. اذهب واستدعي الجميع، إنهم مرغوبون ويثيرون لدي الرغبة في القتال. أخرجوا عائلة ليو. ألم تتصرفوا بتعجرف بالأمس؟ لما أعطى سيد عائلة سون العديد من الناس للقائل. أنت تعلمين بالفعل. نسيت ما فعلته بي في منزل عائلة تاي. اليوم سأدع عائلة سون تدمر عائلتكم ليو بالكامل. زوفان، لا داعي للزعل. طالما زوفان معنا. سيدة سون، عاشت عائلة في مدينة فينغلين لأكثر من 100 عام. ليس من السهل قتلنا. عائلة سون وصلت المدينة قبل بضعة عقود. انتبهوا لكلماتكم. لي جيون تشينغ، ستدركين اليوم إن هذا الهراء من الماضي، وأنت الآن لا تساوين أي شيء هنا. السيدة ليو، رجاء اعذريني وقاحة نسيبتي. أتينا اليوم من أجل خادمك فقط، لنسترد حق نسيبي منه. لا علاقة لك بالأمر. سأضمن سلامة عائلة ليو لطالما تسلمين لنا. يا أحمق، ألم أخبرك من قبل؟ اقتلهم جميعا. لما لا؟ بالإضافة لهذا، لو وافقت السيدة على تسليمه لنا بسلام، يمكن مساعدتك في استرجاع مجد عائلة ليو القديم. لا، زوفان هو خادم عائلة ليو، لذلك ليس. إن كان لديك مشكلة معه، هذا يعني أنك تملك مشكلة مع عائلة ليو كاملة. أنا سيد عائلة ليو. إذا كانت لديك أي متطلبات أخرى أخبرني بها رجاء. أنصحك أن لا تستعجلني في اتخاذ القرار. أنا خادم منزل عائلة ليو. زوفان، هل تريد القتال معي؟ حقا أنت كما قالت نسيبتي مجرد كلب متعجرف. سنخسر سمعتنا إن لم نتعامل معك اليوم. يمكنك تجنبها. زوفان، هل أنت بخير؟ هذا مثير. ماذا؟ إنه سريع جدا. يد الحمم. هذا خطير، يجب عليك صدها. نسيبي، كن حذرا. أصيب عمي تاي رونزرونغ بسبب هذه التقنيات. أيضا هذا مزعج. للأسف لا يمكن مواجهة شخص مهارة عالية كهذه. لو علمت بشأن هذا مسبقا لما تعاملت معه بنفس. يجب أن أقضي عليه بسرعة. أصبح الجو باردا. هذا خطير. ماذا؟ لقد أغلقت مساراته. لن يمكنك القيام بأي حركة الآن. أخي، اقتله بسرعة. فنون قتال الدم الغامض. ماذا؟ أغلقت مساراتك. لماذا لا تزال يمكنك التحرك؟ لدى أخي زوفان العديد من المهارات المعجزات. شيء مستحيل بالنسبة له. بوم. زوفان، أنت ماذا حدث لك؟ للأسف لو كنت مثل مستواي لقتلتني معك، ولكن في الواقع أنت أضعف مني. حتى لو كنت جريحا الآن يمكن أن أخذ حياتك بالتأكيد. لا سيدي ليو، أنا لست قاسيا القلب لأقتلك. ابتعدي عني فلتمت. وفي الجزء القادم سنعرف هل زوفان سيموت أم سيعيش. في الحلقة القادمة سنعرف ماذا سيحدث. فلتتوقعوا أنتم ماذا سيحدث.